بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الكرام، معي اليوم فضيلة الشيخ سميح العظم، مدير مسجد دار الأرقم. هيكلمنا النهاردة عن الندوة التي أقامها اتحاد الأطباء والصيادلة العرب بالنمسا بخصوص جمع التبرعات لمدينة درن. أهلا بك حضرتك. حياكم الله، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على رسوله الذي اصطفى، وبعد. الحقيقة نتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور تمام كيلاني وإلى جميع الإخوة القائمين على هذا الاتحاد، اتحاد الأطباء والصيادلة العرب المبدعين، اللي يعني بيحثوا وبيساعدوا الآخرين على أنهم يعملوا هذا النشاط وهذا الجهد الكبير. فهم يجتهدوا لغوث ومساعدة إخوانهم في ليبيا وفي المغرب على المصاب الجلل الكبير اللي صار. ونحن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. المسألة ليست مسألة انتقام من الله، إنما هي مسألة ابتلاء. الله يبتلي الناس ليرى من يصبر منهم ويؤجر ويرتفع درجاته ويأخذ يتخذ شهداء من الناس، وكذلك يكفر الذنوب والسيئات ويبتلينا نحن. هل سنقف مع إخواننا أم لا نقف مع إخواننا؟ يعني الإخوة اللي موجودين هناك وهي عظة، يعني قد تكون قد أعادت الناس إلى ربهم، يعني كثير من الناس عادوا إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هي ابتلاء لنا كذلك. إحنا هل نساعد إخواننا أو ما نساعد إخواننا؟ نعم. فبارك الله فيهم وجزاهم الله خير. يوم محافل، يوم طيب مبارك، وإن شاء الله هم جمعوا مبلغ طيب، وإن شاء الله يكون أكثر وأكثر. وكذلك احنا ممكن يوم السبت القادم من دار الأرقم نعمل كذلك عشاء خيري، ممكن احنا ندعو الناس الأحباب والإخوة إن شاء الله يكونوا حضور معنا يوم السبت الجاي إن شاء الله. نعلن إن شاء الله بوسائل التواصل الاجتماعي إن شاء الله. إن شاء الله. ودايما العرب إيد واحدة، سواء في المهجر في بلاد المهجر أو في الدول العربية، إيد واحدة، يساعدوا بعض في أي آثار جانبية تحدث لهم من كوارث طبيعية، أو خصوصا كان بردك اتحاد الأطباء والصيادلة العرب كان له باع بردك في مساعدة الإخوة السوريين المتضررين من الزلزال. فالحمد لله احنا هنا بنساعد وما بننساش اخواتنا في دول الوطن، وربنا يتقبلهم عندهم ان شاء الله، وتكون برضك عظة للناس اللي لسه موجودين ان هم يقدموا شيء خير لوجه الله. شكرا لك. أحسنتي، جزاكم الله خير.